في ظل الأحداث المشتعلة في الوقت الحالي بين الأهلي والزمالك وبيراميدز على ضم حامد حمدان اللاعب الفلسطيني اللي بيلعب في الوقت الحالي في نادي بتروجيت، هتقول لي طيب احنا عارفين ان حامد حمدان زملكاوي وقال بنفسه ان هو زملكاوي. الكلام ده مش حقيقي، اللاعب ما قالش حاجة، واللاعب طلع بنفسه على الانستجرام قال ان الصفحة اللي هي على الفيسبوك صفحة مزيفة. اللاعب ما عندوش اي صفحات على الفيسبوك نهائيا، يعني اللاعب ما قالش ان هو زملكاوي ولا عنده اي انتماء. اذا الصراع بين الاهلي والزمالك وبيراميدز على ضم اللاعب، تابع معايا هقول لك كل حاجه اول باول. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناه. اللايك والاشتراك ببلاش، فما تبخلش عليا بالاثنين. كشفت مصادر لوين وين داخل نادي بتروجيت ان ملف انتقال اللاعب حامد حمدان الى نادي الزمالك اتقفل تماما بعد ايقاف الاتصالات بين الناديين خلال الفتره الماضيه. واشار المصدر ان في نفس الوقت بدأت مفاوضات جديدة بين اللاعب والنادي الأهلي وسط اهتمام واضح من نادي بيراميدز، أيضا نادي سيراميكا كليوباترا، لضم اللاعب خلال الفترة المقبلة. وبحسب المصدر بيقول إن اللاعب حامد حمدان اقترب من الاقتناع للعب إلى النادي الأهلي. كما أوضح المصدر إن في أصوات داخل نادي بتروجيت بيدفعوا اللاعب إلى الانضمام إلى نادي الزمالك، إلا أن اللاعب بات أكثر اقتناعا بخيار الانتقال الى القلعه الحمراء. كده احنا فهمنا كويس ان حامد حمدان ما عندوش اي انتماء، ان اللاعب مقتنع تماما للعب للنادي الاهلي. فعلا حصل اتفاق بين الزمالك ونادي بتروجيت لضم اللاعب، ولكن لم يتم توقيع اي عقود. اذا اللاعب حاليا مقتنع بالانضمام الى النادي الاهلي، كلام مؤكد 100%. نادي الزمالك في الوقت الحالي توقف عن التعاقد مع اللاعب، واللاعب بات اكثر اقتناعا للانضمام الى القلعة الحمراء. اخبار مؤكدة 100%. حامد حمدان بنسبة 80% لحد الان اهلاوي، بنسبة 80% هينضم للاهلي الفترة القادمة، واللاعب طبعا هيقيد محل، يعني مش هياخد مكان اجنبي. بس كده يا معلم، ده كان نهاية الخبر. ولو في اي حاجة جديدة بخصوص حامد حمدان وصفقة انتقاله للنادي الاهلي هنزلها لك اول باول. طبعا النادي الاهلي اتم اتفاق مع لاعب جديد مدافع سوبر. ارزع لايك واشتراك واستنى الفيديو الجديد، هقول لك مين هو اللاعب اللي الاهلي انهى الاتفاق معاه بنسبة 100%. اول صفقات النادي الاهلي اتمها بنسبة 100%. استناني في فيديو جديد واشترك في القناة لو مش مشترك. بس كده، سلام. خبر جديد يهمك لو انت اهلاوي: الاهلي انهى صفقة خلاص شبه موجودة في الاهلي بنسبة 100%. قبل اي حاجة لو انت اهلاوي ما تنساش تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وترزع اللايك الجميل بتاعك والاشتراك في القناة. اللايك والاشتراك بدون اي تكلفة، فما تبخلش عليا بالاتنين. مصدر في الجول: الاهلي اتم الاتفاق مع مدافع البنك الاهلي محمود الجزار لضمه بديلا لأشرف داري. خلاص أشرف داري بنسبة 150% بره الأهلي. حاليا مسؤول الكورة داخل النادي الأهلي عقدوا جلسة مع أشرف داري لفسخ تعاقد بالتراضي. خبر آخر، طيب قبل ما أقولك الخبر التاني ما تنساش ترزع اللايك والاشتراك، أنا بفكرك لأن أنا بتعب فقدر مجهودي. الأهلي يريد التعاقد مع أسامة فيصل لتعزيز خط الهجوم. طبعا اللاعب موافق إنه يجي للأهلي، ولكن هناك عقب، وهي إن البنك الأهلي يطالب 2 مليون دولار لبيع أسامة فيصل للنادي الأهلي. أنت فاهم يعني إيه 2 مليون دولار؟ يعني حاجة غريبة جدا إن نادي مصري زي البنك الأهلي يعرض لاعب عنده 2 مليون دولار. أنا لو فيصليتش مش هشتريه ب 2 مليون دولار، لو من كرواتيا مش هشتريه ب 2 مليون دولار. في الغالب إدارة البنك الأهلي عايشين في عالم موازي. الأهلي مش هيدفع 2 مليون دولار في أسامة فيصل. طبعا في صفقات أفضل 90 مرة، أفضل 100 مرة من أسامة فيصل، صفقات أجنبية وهتفيد الأهلي جدا أكتر من أسامة فيصل، وبمبالغ أقل من كده بكتير كتير جدا، زي إبراهيم دياباتي، زي لوكاس أسادي. موجود لعيبة بصراحة سوبر زي أسد الحملاوي. في مهاجمين بأقل من المبلغ اللي طلبه البنك الأهلي. أنا زي ما قلت لك لو فيصليت من كرواتيا مش هيطلبوا المبلغ ده، الله المستعان. بس يا معلم، ده كان نهاية الخبر. لو في أي حاجة جديدة هنزلها لك أول بأول. استنى فيديو أخبار اليوم. بس كده، متنساش اللايك والاشتراك. سلام.